يعني ايه تي بي ويعني ايه اس ال؟ احنا قلنا ان دي اسمها حد مكسب ودي حد خساره. حلو. هندي مثلا مثال على الذهب. حلو، انا دلوقتي دخلت فتحت شارت الذهب، الشكل ده بيسمى شارت، دي تحركات السوق. حلو، ان كل سوق ليه مثلا، يعني دي عمله الدولار قصاد الين الياباني، ده بيسمى شارت الزوج ده. حلو، دي تحركات الزوج ده خلال الفترات الزمنيه اللي فاتت. تمام. انا وليكن مثلا دخلت ايه سوق الذهب، كلام سليم، اشتريت من سعر 2020. تمام. الهدف بتاعي اللي هو التي بي، لو انا داخل صفقه باي طبيعي، لو انا هشتري من سعر قليل وعايز اكسب، بستنى السعر يحصل فيه ايه؟ صعود. تمام. هو ده التي بي بتاعي، يعني مثلا هحطه عند 2025. طب انا بحدد يا كوتش التي بي ده بناء على ايه؟ بناء على التحليل اللي انت بتتعلمه. انت دلوقتي شخص بيخش يتعلم اساسيات المجال، في ليفل 2 عندنا في الاورجنايزيشن بيتعلم حاجه اسمها التحليل، ان انا ازاي احط الهدف ده، ازاي اعرف اذا كان هيحصل صعود في السعر ولا هبوط ايه في السعر. ما انا اكيد مش هخش اشتغل كده على الله واقول ان الذهب النهارده هينزل او الذهب هيرفع، هعرف منين؟ لا، ده بيرجع بقى لقسم التحليل، ان انا بدرس حركات السوق دي على التحركات الفنيه او الاساسيه على الاخبار اللي بتطلع بتاثر على السوق. ببدا ان انا اعرف هيحصل صعود فانا هشتري، ولا هيحصل هبوط فايه فهبيع. فانا اول حاجه حددتها ايه؟ التي بي، ان انا دلوقتي خدت صفقه اشتريت من سعر 2020، فانا الهدف بتاعي في عمليه الشراء دي 2025. فانا كده كسبت ايه؟ فرق ايه؟ الخمسه دي من 20 ل 25. طب ايه الاس ال ده اللي هو حد الخساره؟ ده مثلا عشان لو انا دخلت صفقه شراء، تمام، وبدا السوق يهبط، انا دلوقتي شاري، تمام، وما حصلش صعود في السعر زي ما انا محلل، انت غلطت في التحليل فما حصلش ايه صعود، بدا ان هو ايه، لا السعر بينزل، تمام. لا، حد الخساره ده انت بتخش الصفقه بتقول للصفقه يا صفقه انا عايز اكسب قد كذا وعايز اخسر قد كذا. طب ليه انا بحدد حد خساره؟ عشان مثلا انا دلوقتي محدد حد خساره عند 2015. حلو، محدد الفرق ده ان انا عايز اخسر الخمسه دي. تمام. ليه بحط اس ال او بحط حد خساره؟ عشان مثلا لو انا مش حاطط ده وبدا ان هو السعر ينزل، هفضل ايه؟ اخسر. هتلاقي ان لو انت مثلا اكونتك فيه $100، خلاص كده هيقعد ينزل يعكس عليك لحد ما الاكونت يخسر. فانا بحط حد خساره عشان انا بقول للصفقه يا صفقه لو انا اكونتي $100، لا انا عايز اخسر $5 بس، ما تخسرنيش اكتر من كده. فلو انت حللت غلط وبدا ان هو السعر يعكس عليك، فانت لا تخسر $5 فيبقى معاك $95 تعرف تعوض ايه الخساره.